عظمة على عظمة يا مصر، هو ده الكلام اللي لازم نعمله ونتوسع فيه جدا، خصوصا الأيام دي عشان نقدر نواجه المخاطر اللي بتحوطنا، واللي لازم تكون عندنا أحدث الوسائل التكنولوجية اللي تساعدنا على الصمود قصادهم، زي الطيارة المصرية الخطيرة دي. إيه هي الطيارة دي؟ وإيه سر قوتها؟ وهل فعلا تقدر تكشف مواقع قوات ولاد العم؟ كل ده وأكتر هنعرفه في التقرير ده من 3 دقايق. يوم بعد يوم بتثبت التكنولوجيا الحديثة إنها بقت الدرع رقم 1 لأقوى قوة عسكرية في العالم، وإنه ما بقاش ينفع لأي جيش إنه يستغنى عن امتلاك التكنولوجيا الحديثة دي لأي سبب كان، حتى لو كان عنده أقوى المعدات التقليدية. ولأن الجيش المصري زي باقي جيوش العالم الاحترافية اللي بيدركوا الحقيقة دي، قررت مصر إنها تكون واحدة من الدول السباقة في امتلاك التكنولوجيا دي، بل وإنها تكون عندها صناعة محلية منها كمان. عشان كده بدأت مصر في السنين اللي فاتت في خطوات إنتاج وتصنيع تقنيات دفاعية وعسكرية حديثة بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة. كان في مقدمتها صناعة الطيارات المسيرة عن بعد، وفي نسخ معرض الصناعات الدفاعية إيدكس اللي استضافتها مصر في السنين اللي فاتت، عرضت مصر مجموعة ضخمة من المعدات الحديثة، واللي جت من بينها طيارة مسيرة تقدر تستمر في الجو أكتر من 24 ساعة متواصلين. الطيارة دي اتسمت باسم 30 يونيو، وده طبعا احتفالا بذكرى انتفاضة 30 يونيو في 2013 واللي أطاح فيها الشعب المصري بالمجموعة إياها. أشارت البيانات المنشورة عن الطيارة في وثائق خاصة بيها في مواقع عرضها إلى أن سرعتها القصوى بتوصل لحوالي 260 كيلو متر في الساعة. الطيارة دي عندها كمان القدرة على الهبوط خلال تحليقها بسرعة 120 كيلو متر في الساعة، وبتوصل سرعتها عند الإقلاع ل 135 كيلو متر في الساعة، وكمان بتقدر تطير على ارتفاعات بتوصل ل 7000 متر. بيوصل طول الطيارة دي لحوالي 8.9 متر، وارتفاعها 2.6 متر، والمسافة بين طرفي الجناحين 12 متر. بيوصل وزن طيارة 30 يونيو بحمولتها لحوالي طن، ولما بتطير بيوصل وزنها لطن ونص. أما عن مزاياها وإمكانياتها، فالطيارة دي تقدر تقوم بالعمليات الخاصة ومهمات المراقبة ومهمات المساعدة الإنسانية، إضافة لعمليات مراقبة الحدود. كمان هي طيارة استطلاع وقتال بدون طيار، متوسطة الارتفاع طويلة المدى، يعني ممكن توصل لمسافات بعيدة جدا وتقدر تغطي كل مواقع ولاد العم على حدودنا الشرقية مثلا. الطيارة بتوصل سرعتها ل 218 كيلو متر في الساعة، وبتقدر تقعد في الجو لمدة 60 ل 70 ساعة في أقصى مدة ليها. لحد دلوقتي مصر ما استخدمتش الطيارة دي بشكل عملي في أي عمليات عسكرية أو دفاعية معلنة، لكن مزاياها بتؤكد إنها هيكون ليها دور كبير في المستقبل في حال احتاجت مصر ليها. فهل تفتكر إننا ممكن نسمع عن إنجازات الطيارة دي قريب ولا لأ؟